يا مساء الفل. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أه حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا. مش عارفة هي مهمة بالنسبة لكم ولا لأ، بس كده كده احنا بنتكلم في حاجات كلها، الناس كلها بتعيشها، فأكيد هي هتبقى مهمة ليكم. بس يعني أنا مترجتة ان هي مهمة ليا أنا كأروى، عشان ساعات بحب أفكر نفسي بيها في موضوع كده، يعني هو شائك جدا وكلنا بنعمله للأسف، وكلنا بنفوق منه متأخر. فبدل ما نفوق منه متأخر لازم نفوق منه دلوقتي، واحنا في نص الحاجة او احنا لسه مش مدركين بالحاجة اللي احنا بنعملها. هنتكلم عن آه الناس اللي احنا بنديها اكبر من حجمها. الموضوع ده احنا بنعمله تقريبا في كل علاقاتنا من غير ما ناخد بالنا. فاحنا ليه بنكبر ناس قوي وبنديها اكبر من حجمها في حياتنا؟ وهل ده صح ولا لا؟ وازاي نتصرف لما نكتشف، او مش نكتشف، ندرك ان هما مش قد المكانة اللي احنا اديناها لهم دي. احنا كبشر عندنا ميل طبيعي اننا ندي ناس اكبر من حجمها. طب ليه؟ مرات عشان خايفين من الوحدة فبنمسك في اي شخص يبان مهم. اوقات عشان محتاجين حد يعجب بينا او يدي لوجودنا قيمة، which is حاجة تدخل على مشكلة تانية، ان احنا مستنيين حد هو اللي يدينا قيمتنا. وساعات بنصدق ان الشخص ده مختلف او استثنائي، فبنعليه في مكانة، وبتطلع ان المكانة دي للأسف مش بتاعته، وبتطلع ان الكرسي اللي انت قعدته عليه بعيد عن كل الناس ده واسع عليه قوي، وان هو معرفش يملاه. ومرات المجتمع نفسه هو اللي بيضغط علينا في جمل بقى زي انه انت ازاي ما بتحترمش فلان، انت ازاي ما بتحبش فلان، ده الناس كلها بتحبه، ده كلنا بنثق فيه، ده كلنا مش عارف ايه. فبرضو بنرجع نلاقي ان احنا ادينا فلان ده اكبر من حجمه، وفلان ده يعني خلينا يا خلاص مش هقول بقى فلان ده اصلا ايه. ماشي. ايه بقى اللي بيحصل بعد كده لما تدي شخص اكبر من حجمه؟ ردود الفعل بتتنوع. في ناس بتستغل ده وبتركب الموجة وتبتدي تطلب اكتر وتدي اقل، ومهما انت عملت مش هيعجب. يعني انت مهما عملت هتلاقيه بقى بيتشرط، هتلاقيه في حاجة مش عاجباه، هتلاقيه دايما بينتقدك، مع انه معلش يعني ألف ب اللي بيحب حد ما بينتقدهوش، او اللي بيحب حد ما بيشوفش ان في عيوب اصلا. وده اللي انت بتكون بتعمله. يعني في ناس فعلا انت بتمحي كل عيوبها وبتحسسها ان هي لا، ده انت مفيش منك، ده انت مش عارف ايه، فبيبدأ بقى يتنطط عليك. في ناس تانية بتتلخبط وبتحس ان هي شايلة مسؤولية تقيلة قوي ومش عارفة تتعامل. باي ذا واي انا من الناس دي. انا لما بحس ان في حد بيحبني قوي 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 زيادة عن اللزوم ببدأ اتوتر وببقى مش عارفة اعمل ايه، وببقى دايما خايفة وشايلة مسؤولية انه مش عايزة اضايق الشخص ده. وبينتهي بيا الامر ان انا يعني باخد جنب كده، اللي هو ايه، لا بص ما تدينيش الثقة الكبيرة دي كلها. آم، في ناس ممكن فعلا يكبروا ويبان منهم احسن ما فيهم، و... وانت بعد ما بتخليهم ياخدوا بالهم ان هم فعلا في مكانة معينة، بيثبتوا انه لا، انت فعلا حطيتني في المكانة اللي انا استحقها. وفي ناس ببساطة بيفضلوا زي ما هما، لان هما ولا فارق معاهم، وساعتها انت اللي بتكون خسران، لانه انت اديت حد صلاحيات واكسس، وهو الحاجات دي بالنسبة له وجودها زي عدمه، فانت ما عملتليش حاجة يعني كبيرة. بس في نقطة مهمة قوي احب آه اتطرق ليها، الا وهي انه الشخص اللي قدامك ساعات بينسى انك انت اللي حطه في المكانة دي. هو ما عملش اي حاجة تخليه يطلع المكانة دي.
فبيتخدع في نفسه ويصدق ان هو بقى مهم لدرجة ان انت ما تقدرش تعيش من غيره. ودي اكبر غلطة ممكن حد من اللي قدامك يقع فيها، لان الحقيقة ان مش عايزة اقول السلطة، بس المكانة اللي انا اديتها لك دي انا اللي اديتها لك. ف يعني انا في اي لحظة ممكن اخدها منك تاني. انت مين قالك ان انا عشان خاطر انا اديتك المكانة دي فانا ما اقدرش اخدها منك تاني وما اقدرش اعيش من غيرك ولا انت مش هتبيعني بالسهولة دي؟ معلش، في الحالات دي ما بيبقاش بيع على قد ما هو بيبقى رد فعل. انا اديتك مكانة معينة، انت يمكن في ناس مش بس ما بتطلعش قد المكانة، بتطلع اقل مما هي عليها بعد ما تعرف ان هي في المكانة المعينة دي. بتبدأ بقى تقل معاك، بتبدأ تعمل تصرفات مش احسن حاجة، بتبدأ تكرهك في عيشتك، تكرهك في نفسك، تنتقدك كتير. في ناس بتعمل كده. فانت مين قالك بقى ان انا بعد ما اديتك المكانة دي مش هقدر اخدها تاني؟ لا، هاخدها تاني عادي جدا. ممكن اتضايق، ممكن ازعل، بس انا هزعل على قراري اللي طلع غلط وثقتي اللي انا حطيتها في حد و... ونظرتي ما كانتش في محلها. مش هزعل عليك انت تماما، انت بالنسبة لي مش حاجة يتزعل عليها ابدا. ف... فأي وقت انت اللي تقدر تاخد منه الحجم اللي انت مديهوله وترجعه لحدوده الطبيعية. خلاص، الموضوع خلص. فالمشكلة بقى مش في الشخص التاني، المشكلة ان انت اللي بتتعب، بتحس ان انت مش مفهوم، بتحس ان انت مش متقدر، وممكن توصل لنقطة فيها disappointment كبيرة قوي. ودي حاجة بتضايق، انه مثلا في ناس بعد ال disappointments الكتيرة دي قوي ممكن توصل لنقطة ان هو لا، انا مش هتعامل مع حد تاني، انا مش هدي حد ثقة تاني، سواء كان في الحب او في الصداقة. انا مش هعمل ده تاني. ف انت بتوصل لمرحلة انه الخوف حتى من التجربة بقى موجود. خلاص، انا مش عايز اعمل ده تاني. طب نعمل ايه؟ اول حاجة، اعترف. يعني ما تقولش ان انت اتخدعت، لان انت ما اتخدعتش. كل حاجة كانت باينة من اول يوم، بس انت اتعاملت مع الشخص اللي قدامك على اساس حبك انت ليه، مش على اساس اللي هو بيقدمهولك عشان يوصل للمكانة دي. ودي مش حاجة وحشة، بس حتى الحب اللي كان جواك ناحية هذا الشخص اللي هو الآخر كان أكبر من حجمه. يعني الشخص التاني ده ما كانش يستاهل يتحب قوي كده. فاعترف ان انت حبيت حد لأي سبب بقى. انا حبيته عشان خاطر شكله، حبيته عشان خاطر طريقته، عشان خفة دمه، عشان حاجات كتيرة قوي. فعشان كده انا حبيته زيادة عن اللزوم. انا في نقطة ما بعد ما لقيت ان انا مثلا في بعض الناس في حياتي حرفيا ما فيهاش ميزة وانا كنت بحبها، فلقيت ان انا للاسف بكرر نفس غلطي في ان انا بحب الناس كلها بنفس الطريقة المبالغ فيها. ف طيب، انا اعدل من ده ازاي؟ اعدل من ده في ان انا اقلل الحنفية شوية، اظبط الحنفية. ان انا هفضل احبك قوي، بس انت عمرك ما هتعرف ده. عمرك ما هتعرف ده ببساطة، لان انت ما تستاهلش ان انت تعرف ده. بس خلاص كده. ولو انت عرفت ده وطلعت بعد كده مش قد الحاجة اللي انا اديتها لك، سواء بقى بقصد او بغير قصد، انت ما طلعتش بقد المسؤولية اللي انا اديتها لك او المكانة اللي انا اديتها لك في حياتي، أم، انا هبدأ اعمل معاك ردود افعال واقول لك معلش اصلا ما اقصدش، زي ما انت بالظبط ما بتعمل. بالعكس، انا هطلع احسن منك، لان انت لما هتيجي تهايلايت عليها هقول لك معلش انا اسف. فانا احسن منك ان انا عملت نفس اللي انت عملته، بل واعتذرت. انت بقى ما اعتذرتش، فانا احسن منك في كل الاحوال. نرجع تاني. طيب، ان انت تعمل ايه؟ اعترف ان انت اديت الشخص ده اكبر من حجمه. خد خطوة لورا واسأل نفسك ايه اللي انا بعمله عشانه. وقت، طاقة، مشاعر، مجهود، فلوس، نزول، طلوع، كلام بالليل، كلام الصبح، كلام في اي وقت، كواليتي تايم بشكل متخلف. طيب، بعد ده كله بيتردلي بايه؟ ممكن بيكون بتردلي ببرود، بيتردلي بقلة ذوق، بيتردلي بحاجات كتير قوي. و... وانت تلاقي مثلا ان انت حتى لو بيتردلك نسبة حب
مش بنفس الشكل او بنفس الكمية اللي انت فيها. تاني حاجة، حط حدود واضحة. مفيش حاجة اسمها انا تحت امرك في كل حاجة. الحدود مش قسوة، الحدود احترام لنفسك وللخصوصية بتاعتك انت. فالحدود عمرها ما كانت أسوأ، او ان انت بتبعد حد عنك، او ان انت بتشيلني من حياتك. لا، انا مش بشيلك من حياتي، انا بشيلك من بعض المناطق في حياتي. يعني انت ما ينفعش ان انت تخشها، خلاص انت يعني not anymore، ما ينفعش تبقى فيها anymore. تالت حاجة، قلل توقعاتك. كل ما تتوقع اقل كل ما وجعك يقل. مش معنى كده ان انت تكون بارد، بس ما تديش شخص قوة على حياتك اكتر من اللازم. يعني مثلا طول ما انا بتوقع من حد حاجة قليلة، لما هيعمل حاجة اعلى منها هشوف ان هي الله دي حاجة كويسة، انا كنت متوقع منك اقل من كده بكتير. غير ان انت تكون متوقع منه حاجة كبيرة، فتشوف الواقع تقول ايه ده، هو انا كنت مديله كل التوقعات دي ليه وهو اصلا يعني معلش ولا اي حاجة. رابع حاجة، قرر في علاقات تستاهل انك تعيد توزيع الادوار فيها وتفضل موجود. يعني ماشي، انا هفضل موجود في الريليشن شيب دي او في الفريندشيب دي، بس انا هعيد ترتيبك. بدل ما انت رقم واحد، اخليك رقم 4 مثلا، لانه انت ما طلعتش رقم واحد ولا حاجة. أم، ونصيحة مني ليك، دايما في كل حاجة في حياتك خلي رقم واحد ده يبقى انت. اي حد ترتيبه رقم اتنين ده اعلى حاجة. طب مين رقم واحد؟ انا صاحب نفسي، وانا حبيب نفسي، وانا كل حاجة بعملها لنفسي، وانا افضل حد في الدنيا لنفسي. لانه انت طول ما انت بتخلي المكانة بتاعت رقم واحد دي لحد تاني، فانت بتدي لحد التاني ده تفضل بص سكينة اهو اذبحني، اعمل اللي انت عايز تعمله. فما تعملش كده في نفسك. وفي علاقات تانية لازم تقطعها خالص او تقلل وجودك فيها. يعني يا اما تغير الادوار يا اما تقلل او تقطع. القرار ده صعب، بس اوقات بيكون انقاذ نفسك اهم بكتير من ان انت تنقذ علاقة مش حقيقية، علاقة كلها عبارة عن بالونة انت نفختها. البالونة دي بيجي موقف او اتنين او تلاتة يبقى دبوس ويفرقعها، فخلاص مفيش حاجة، مفيش علاقة، مفيش حاجة انت بنيت فيها او عملت فيها. انت ما بنيتش حاجة، انت قعدت تنفخ في شخص والشخص ده طلع بالونة. على ناحية تانية برضو احب اعمل هايلايت انه مثلا لو انت فاكر ان الشخص اللي قدامك طلع بالونة، برضو ممكن تكون انت عملت حاجات بدون قصد، فبالونتك انت عنده فرقعت الاول. اعيد الجملة تاني، قبل ما بالونته هو تفرقع في عينيك، ممكن تكون انت عملت حاجات تخلي بالونته في عينه. ايه ده؟ لا استنى، انا اللي اتلخبطت. بمعنى بمعنى انه زي ما احنا عندنا توقعات تجاه الاخرين، فالاخرين عندهم توقعات تجاهنا. فممكن قبل ما انا اكتشف ان الشخص اللي قدامي ده مش قد المكانة اللي انا مديهاله، يكون الشخص اللي قدامي حس نفس الاحساس بسبب موقف انا عملته ومش واخده بالي. فدايما بقول ان الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي محتاجة محاولات في مرة واتنين وتلاتة عشان تعرف تقيم الموقف صح. فما تجيش من اول موقف حصل تقول اصل هو ما كانش جنبي. من اول موقف حصل اصل انا كنت متوقع منه اكتر من كده. ممكن انت قبل ما يحصل الموقف بتاعك ان انت تكتشفه على حقيقته، يكون هو اكتشفك على حقيقتك، عشان كده حصل هذا الكفاف. فبرضو دايما ادي مساحة للتجربة ما بينك وبين الشخص اللي قدامك، في مرة واتنين وتلاتة وعشرة. مش من اول موقف تحكم عليه، عشان يبقى تقييمك للموضوع صح. طب لو انت اكتشفت من البداية ان انت كنت غلطان في التقدير، عادي جدا، احنا بشر وبنغلط. اهم خطوة ان انت تصلح، تعترف قدام نفسك وتبدأ من جديد. ولو العلاقة لسه قابلة للإصلاح كويس، لو مش قابلة ما تحاولش تبرر وما تحاولش تدي
فرص من غير نهاية. لا، كل فرص ليها نهاية يابا. في فرصة هنا اديتها لك مرة واتنين وتلاتة واربعة، وانت كل مرة الاقيك بتدي الفرصة اللي انا بديها لك دي بالشلوت، فلا خد انت بقى كلك على بعضك بالشلوت وغرفة ضيقة. السؤال الحقيقي اللي انت لازم تسأله لنفسك: هل الشخص ده فعلا يستحق الحجم اللي انا مديهوله ولا لا؟ هو ده السؤال اللي انت مش المفروض تسأله مثلا في اخر الموضوع بعد ما تدرك بقى ان انت كنت غلطان. لا، تدركه في النص. يعني انت تسأل السؤال ده في نص الليلة كلها، في نص، في اكتر لحظة انا مبسوط فيها في حياتي مع هذا الشخص. اسأل بقى السؤال ده. اكيد ممكن يبقى تقييمي غلط، وممكن يبقى تقييمي صح، بس خليك دايما في المنتصف. ما تستناش لما العلاقة توصل للهوية وتبدأ بقى تسأل السؤال ده، عشان خاطر يعني انت كده حرفيا بتبكي على اللبن المسكوب. أم، حب الناس واحترمهم، بس ما تديش لحد اكبر من حجمه. يعني قيمتك مش بتتقاس بقد ايه حد موجود في حياتك، قيمتك بتتقاس بقد ايه انت تعرف تقول كفاية، او امتى تقول كفاية. في الاخر، من وجهة نظري المتواضعة، انه العلاقات الحقيقية مش مبنية على ان حد يبقى فوق وحد يبقى دايما تحت. بمعنى انه مش لازم انت تبقى دايما انت مبسوط قوي وسعيد قوي وواخد كل الصلاحيات، وشخص تاني قدامك بيستنزف على اساس على حس الصلاحيات اللي هو بيديها لك، او بيلاقيش مردود، ولا ان حد يعيش على حساب التاني. فالعلاقات الصحية مبنية على التوازن، على الأخذ والعطاء، وعلى احترام الحدود. واللي لازم نفتكره دايما ان القيمة اللي احنا بنديها لحد في حياتنا مش هدية بلا رجوع، لا دي مسؤولية. ولو هو استغلها او نسي ان السلطة في ايدك، يبقى من حقك تسحبها في اي وقت. ما تخليش مكانة اي حد تطغى على قيمتك الحقيقية، لان انت تقدر تعيش وتكمل وتنجح من غير اي شخص بتحس ان هو اكبر من حجمه. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله يا رب في الحلقات الجاية يا ريت لو حد عنده اي موضوع يبعتهولي اتكلم فيه زي الموضوع ده. الموضوع ده مش من فكرتي انا، الموضوع ده من فكرة حد بعتها لي. فلو في اي فكرة تانية يا ريت تقولوها لي، وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية.